السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا امارات؟ رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده رجعت لكم بفيديو بناء على طلب واحده من البنوتات الامارات اللي بتتابعني. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا انزله، والكومنت الحلو بتاعكم طبعا. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. الفيديو طبعا هو عباره عن هعمل لكم جدول للمذاكره. ده الجدول ده بتاع شهر، تمام؟ اللي هو شهر اللي هو 4 اسابيع. بصوا يا جماعه، انا هعمل لكم كمان هعمل كمان جدول، بس اللي هو بقى لكل اسبوع، يعني جدول لكل اسبوع كده هبقى اعمله، بس ده هعمله في فيديو تاني يعني، وهبقى اوريه لكم برضو. تمام. اول حاجه بقى كده جبت الورقه بيضه. انا بحب الورق الابيض ده، ما بحبش اعمل في الورق المسطر تاني، بس لو انتوا عايزين تعملوا في الورق المسطر اللي هو التاني مفيش مشكله، بس انا بفضل ده بصراحه علشان اقسمها على مزاجي. ولما يكون فيها خطوط كتير كده بصراحه يعني بيبقى شكلها مش احلى حاجه، بتبقى رخمه حبتين تلاتة كده بصراحه يعني. فانا حبيت الورقه البيضاء اكتر. تمام. اول حاجه انا بقسمها على عدد الاسابيع بتاعتي اللي هي موجوده، اللي هو عامه الشهر. تمام. قسمته 4 الله اكبر الله اعظم. قسمته 4 خانات، اللي هو على عدد 4 اسابيع. تمام. واول خانه طبعا عملتها كده، دي بره ال4 خانات التانيين، تمام؟ فاهمين؟ اول خانه دي بقى كتبت فيها لونتها. يا جماعه انا بحب الالوان الهايلايتر قوي، بحسها بتدي بوزيتيف انرجي كده، جميله. وبعدين بروح شادة خط كده في النص بحيث يبقوا مثلثين كده. كتبت في الخانة اللي فوق الأسبوع، والخانة اللي تحت كتبت فيها المادة. تحت بقى كده أنا هقسمها لكم دلوقتي. تمام، يعني دول كده. الناحية اللي هي تحت المربع الملون ده اللي انا هكتب، دي الناحية اللي انا هكتب فيها المواد كلها. وفوق ناحية الأسبوع كده هكتب الأسبوع الأول، الأسبوع التاني، الأسبوع التالت، الأسبوع الرابع، وهكذا. بعد كده بقى جبت القلم اللي هو الهايلايتر الاصفر، وبدات الون بيه المربع التاني اللي هو هيبقى فيه الاسبوع الاول. بصوا يا جماعه، انا بحط الالوان دي بس ليه؟ هدفها بس ان هي تدي شكل الورقه. ماشي. وبحس والله بجد والله بجد يا جماعه، بحس ان الحاجات دي بتفتح نفس الواحد اكتر. انا عندي الوان باستيل والوان اللي هي الفسفوريه دي. بس انا حبيت احط في الورقه دي الفسفوريه اكتر. وبس كده خلصت اول مربع اللي هو الاسبوع الاول. وبعدين خلصت الاسابيع كلها، كتبتهم بس كده في الاول: الاسبوع الاول، الاسبوع التاني، الاسبوع التالت، اسبوع رابع. الخانه الفاضيه اللي في الاخر دي، انا هقول لكم انا هعمل فيها ايه، بس استنوا شوفوا الفيديو اللي في الاخر. انا هستغلها يعني في حاجه برضو كويسه. كتبت بقى المواد كده كلها اللي انا محتاجاها، اللي انا محتاجه يعني اقسمها واظبطها. كتبت اول حاجه الرياضه، لاني انا عامله المربع بتاعها كبير، لاني انا محتاجه اكتب فيها حاجات كتير يعني. بعد كده الانجليش، بعد كده علوم، بعد كده تاريخ. وهكتب اخر حاجه بقى هي الفلسفه. انا عايزه اقول لكم بجد ان انا ما اعرفش اي حاجه في الفلسفه. الفلسفه اكتر ماده حرفيا انا مش مهتميه بيها، لاني انا بصراحه مش حباها خالص. وغير كده بقى ان انا يعني مش في دماغي، او ما اظنش ان انا هدخل شعب ادبي. ما اظنش بصراحه خالص، فالله اعلم، لسه انا ما قررتش، بس ما اظنش لاني انا مش حابه الفلسفه. وبس بقى كده خلصتهم كده كلهم. وطبعا كتبت بقى الرياضيات. انا عايزه اقول لكم بقى هنا عملت في الرياضه ايه. الرياضة أنا شفت عدد الدروس اللي فيها. عدد الدروس فيها 21 درس. احنا نعتبر كده انه لسه مفيش أي حاجة لسه على الأبيض. 21 درس. تمام. قسمناهم. ماشي. ال21 درس دول هنقول 20 درس مثلا، يعني عايزين كل أسبوع 5 دروس. تمام. وطبعا هناخد درس جبر، درس هندسة، درس أو درسين جبر ودرسين هندسة، وهنمشي كده. بعد كده برضو الانجليزي، هنشوف عندنا كام يونت، وهنشوف عندنا كام شابتر بتاع اللي هو بتاع القصة. وهنبدأ برضو نقسمهم. احنا عندنا 6. تمام. هنبدأ يعني كده عايزين كل اسبوع 2، كل اسبوع وحدتين، واتنين من القصة. تمام. وطبعا هيفضل الاسبوع ده مثلا ممكن نخليه مراجعة، او لو في مثلا حاجة اتراكمت علينا او حاجة نسيناها او حاجة فاتت، حصل ظرف مش عارفة ايه كده، ممكن يعني نخليها في الاسبوع ده.
فاهمني؟ بس ان شاء الله باذن الله هنحاول على قد ما نقدر ما نراكمش باذن الله. هنحاول ما نراكمش، انا بقول باذن الله. يا رب بس يوفقنا وامشي على الجدول، واعملوا بقى زي كده، ويا رب انا وانتوا يعني نمشي عليه. بص انا طول عمري كنت بعمل بصراحه جدول، كل مره اعمل جدول اعمل جدول اعمل جدول ما حققهوش. بس مش عارفه، انا متفائله المره دي شويه، وباذن الله حاسه اني هخلصه لا، عارفين لو خلصته بجد هصوره لكم واوريه لكم، غير كده لا. شاطر، كمل. ده اه دي اسمها ايه؟ دي اه سي شاطر. وصلت. اكتب يلا. خلصتها بقى كلها طبعا. العلوم برضو شفت كام درس كان عندنا، كانوا 13 درس، فانا كنت مرجع منهم واحد، فبقوا 12 درس. ف 12 درس كل اسبوع كده هيبقى 3 دروس. تمام. وبعد كده كان التاريخ بتهيألي هما كام وحدة، على ما اظن 3 وحدات مش فاكرة، والوحدة فيها درسين، او في وحدة فيها درسين والوحدة التانية فيها 4، بتهيألي مش فاكرة بالظبط يعني، فقسمتهم برضو. الفلسفة انا بصراحة مش عارفة هي فيها قد ايه، بس على حسب ما انا شفت يعني ان انا هاخد مراجعة نهائية. تمام. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا انزله. بس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروا ان شاء الله باذن الله الجدول التاني.